القزم رمى كرة السلة كده وهو سايب ايده ودخلت بكل سهولة. شوية شباب كانوا واقفين قريب ضحكوا عليه وتريقوا عليهم علشان قصرهم. القزم اتعصب واتكسف جدا فراح متحديهم في مسابقة تصويب. مسك الكورة ورماها بكل قوته بس لا صوت سلة ولا ارتدت. الكورة علقت على الحلقة. الشباب انفجروا من الضحك والقزم وشه أحمر من الكسوف، والأسوأ إن الكورة بقت فوق ومش عارفين يجيبوها. مسك فرع شجرة من قريب وحاول يوقع الكورة. فضلوا يحاولوا كتير بس من غير فايدة، ولما كانوا خلاص هيسيبوها ويزهقوا الكورة وقعت فجأة وراحت خبطة واحد منهم في دماغه. طول عمرهم بيتعرضوا للسخرية علشان قصرهم، حتى ابنه كان بيتعامل معاه بطريقة مختلفة. في يوم شاف ابنه داخل البيت بيعيط، قلبه وجعه وما كانش عارف يعمل ايه، لحد ما في يوم جات له فرصة ممكن تغير كل حاجة. بطولة سلة على الشاطئ بجايزة 50,000 دولار. لو دخل وكسب ممكن الناس كلها تحترمه هو وابنه. بعزيمة هو وصاحبه جاك راحوا يدوروا على 2 من صحابهم الأقزام علشان يكونوا فريق. في الأول الصحاب افتكروا إنه اتجنن، إحنا أقزام إزاي هنكسب لعيبة أطول مننا؟ لكن بعد كلام كتير من القزم وجاك وافقوا يجربوا ويدخلوا البطولة.